في حاجة هتنفجر في وشك؟ لا 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 والله ابدا لا. ليه؟ لا عشان احنا بنحبك. لا ننفجر في وشه ونخلص. لا ليه نخلص ليه؟ لا لا كتغيير. انتباه، في شخص انتهك ممتلكات المدرسة، أول ما نلاقيه هيترفد فورا. مين العبيط اللي عمل كده؟ ده هيتقفش في ثانية بنظام البصمة الجديد ده. هو ايه اللي فوق دماغي ده؟ اضغط هنا. ماشي. ماما، هو ايه اللي فوق دماغي ده؟ ده نظام جديد اتعمل عشان ينظم كل حاجة في الدولة. ازاي يعني؟ لازم تسجلي بصمتك عشان تعرفي تعملي اي حاجة، تدخلي مكان، تشتري حاجة. عشان كده خدوا بصمتي عشان يتعرفوا عليها بعدين. انا اتحمست قوي. طب يلا بقى على المدرسة عشان اتأخرت. ماشي. دنيا ازيك؟ شفتي حوار البصمة ده؟ انا مش عاجبني بصراحة خالص. ليه بس يا بنتي؟ طب يلا يلا عشان نسجل. دوري جه. يا دنيا، ما غيرتيش رايك بعد ما شفتي الحوار ده طلع جامد ازاي؟ ولا جامد ولا حاجة، انا مش عارفة عاجبك على ايه. مش عارفة يعني، حاساه حلو. عرفتي اجابة السؤال ده؟ انتباه، في شخص انتهك ممتلكات المدرسة، أول ما نلاقيه هيترفد فورا. مين العبيط اللي عمل كده؟ ده هيتقفش في ثانية بنظام البصمة الجديد ده. لو سمحت عايزة سلايس بيتزا وازازة مية. البصمة لو سمحت. ثانية واحدة. ألو؟ احنا لقينا اللي بتدوروا عليه، اسراء تعالي معانا حالا. ممكن افهم فيه ايه؟ احنا اكتشفنا ان انت اللي خربتي وسرقتي حاجات من المدرسه. مستحيل اعمل حاجة زي كده. امال تفسري بايه بصماتك الموجوده في كل مكان حصلت فيه الحوادث دي؟ يبقى اكيد في حاجة غلط في نظام البصمات بتاعكم. احنا شكينا في كده فعلا، بس بعد ما لقينا الفيديو ده اتاكدنا. ها، ده مش انت برضو؟ لا ده فعلا الجاكيت بتاعي، بس والله العظيم مش انا. اسراء، الانكار مش هيفيدك، انت مرفوضه. اسراء، دنيا جت تشوفك. عاملة ايه يا دنيا؟ انتي اللي عاملة ايه دلوقتي؟ انا خلاص اتدمرت. الامتحانات فاضل عليها شهر وانا كده السنة ضاعت عليا. هتعوضيها السنة الجاية. انا مش فاهمة ده حصل ازاي. والله ولا انا كمان فاهمة. بقول لك ايه، روقي كده وخدي موبايلي وراقبي اكونت عمر بتاعك زي ما بتعملي على طول. كونت عمر؟ دنيا معلش انا لازم انزل اعمل حاجة. لو سمحت انا عايزة اقابل المدير حالا. في حاجه؟ انا عرفت بصماتي ازاي وصلت مكان الحادثة. انا مش قلت البنت دي ما تخشش المدرسه تاني؟ فارجوك اسمعني، انا عرفت مين عمل كده ولزق التهمة فيا. مين؟ دنيا بقول لك ايه، هو انا ينفع ادخل على اكونت عمر من عندك؟ اه طبعا. طب خدي افتحيه لي. لا بقول لك ايه، انا ماليش في حوارات الاكسات دي، سجلي بصمتك على الموبايل عشان نخلص. ماشي يا ريت. طب ده بالنسبه لموضوع البصمات، بالنسبه بقى لموضوع الفيديو. اسراء، الجو ساقع قوي وانا نسيت اجيب جاكيت وانا جايالك. انت عبيطه يا دنيا. افتحي الدولاب يا حبيبتي، خدي الجاكيت اللي انت عايزاه. بس مفيش دليل على الكلام ده. انا هتصرف. دنيا وحشتيني. ايه ده، شكلك احسن كتير. ما انا عارفه. بقول لك ايه، هو الجاكيت اللي انت استلفتيه مني ده لسه معاكي؟ الجاكيت اللي انت دخلتي بيه سيستم المدرسه. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد الرفض اثر على دماغك. تصدقي صح. انا ازاي فكرتك ذكيه كفايه انك تعملي خطه زي دي؟ يعني انا غبيه؟ طب تعرفي بقى اني دخلت سيستم المدرسه اللي انت بتقولي عليه ده في 5 دقايق بس. غبيه. عشان ده الاعتراف بالظبط اللي انا كنت محتاجه اسجله. سلام يا دنيا. 5 حاجات اتعلمتها من اليوتيوب. اول حاجة، ازاي اعبر عن نفسي وافكاري وارائي بحرية. مش لازم اكون بعمل شكل محتوى واحد بس، زي ما عرفت عن طريق الفيديوهات الطويلة اشارك معاكم تجارب كتير قوي. كمان اليوتيوب شورت سهلت لي مشاركة موهبتي في التمثيل وفي السكتشات، وكمان مشاركة ابسط تفاصيل حياتي بشكل سريع من غير اي ملل. تاني حاجة، ازاي اخلي شغفي هو مصدر دخلي. اسراء الصغيرة عمرها ما كانت تتخيل انه ممكن موهبتها تكون الحاجة اللي هي بتعمل منها فلوس، بس يوتيوب ساعدني اعمل كده عن طريق يوتيوب بارتنر بروجرام اللي بتقدر تكسب منه عن طريق الفيديوهات الطويله وكمان الشورتس. والشورتس ربحها كويس جدا، وكمان بتعرفني على جمهور اكبر كل يوم. تالت حاجه، اسمع وافهم جمهوري. اليوتيوب بيساعدك تعمل مجتمع كامل حواليك من ناس بتدعمك وبتحبك وبتساعدك في كل خطوه في مشوارك. رابع حاجة، الانضباط. أنا مديرة نفسي، محدش بيقول لي أصحى إمتى، أعمل إيه. أنا اللي المفروض أعمل كل حاجة بنفسي، ودي أكتر حاجة ساعدتني أطور شخصيتي وأتعلم حاجات جديدة كل يوم، وفي نفس الوقت أشتغل بطريقتي وفي الوقت اللي أنا عايزاه. خامس حاجة، أحتفل بالنجاحات الصغيرة زي ما يوتيوب بيعمل مع كل صناع المحتوى عليه. أول لما يوصلوا 100,000 سبسكرايبر بيبعت لهم الدرع الفضي، وفي المليون سبسكرايبر بيبعت لهم الدرع الذهبي. وده دايما بيخلي اليوتيوبرز متشجعين يعملوا محتوى اكتر وافضل كل يوم. وبجد انا دايما هكون فخورة ان انا جزء من مجتمع يوتيوب. انا كنت متأكدة في سر وصل العقد ده لمامة روان وانا لازم اعرف.
مش لاقيه اختي جنى، اختفت. يعني ايه مش لاقياها؟ انتوا مش كنتوا بتلعبوا مع بعض؟ ايوه، ما انا بصيت جنبي رحت ما لقيتهاش، اختفت. انا هتصل بالشرطه حالا. انت واختك كنتوا بتلعبوا فين؟ كنا بنلعب في المرجيحه. طيب فاكره كانت لابسه ايه؟ ايوه، كانت لابسه فستان اصفر وخاتم وعقد لولي ابيض. انتي البنت الجديده، اسمك ايه؟ ايوه انا اسمي روان. طب انا شايفاكي دايما قاعده لوحدك، احنا ممكن نذاكر مع بعض على فكره. بس انا ماما مش بتخليني اذاكر عند حد، ينفع تجيلي؟ ايوه اكيد، هعدي عليكي بالليل. باي. ماما انا اتعرفت على بنت لسه جايه المدرسه جديد، هي طيبه قوي واحنا قررنا نشجع بعض ونذاكر عندها في البيت. والبنت دي ساكنه فين؟ هي ساكنه قريب قوي والله. طيب خدي بالك من نفسك وما تتاخريش. شكرا. انتي عارفه حل المساله دي؟ ماما جت من الشغل، تعالي نسلم عليها. اكيد. ازاي حضرتك يا طنط؟ الحمد لله يا حبيبتي، منورانا. طنط هو حضرتك جبتي العقد اللولي ده منين؟ العقد ده عندي من 10 سنين تقريبا، بس مش فاكره اسم المحل. طب انا لازم اروح حالا عشان الوقت اتاخر. استني بس، هوصلك بالعربيه. لا ملوش لزوم، انا هتمشاها. ماما الحقي، مامة روان عندها عقد لولي ابيض زي بتاع جنى بالظبط. يا حبيبتي هو مفيش غير العقد اللولي الابيض بتاع جنى؟ اكيد ده واحد تاني، واصلا بتاع جنى كان محفور عليه اسمها من ورا. تصدقي ممكن. انا حاسه ان العقد ده بتاع جنى اختي، انا لازم اتاكد باي طريقه. روان تيجي نذاكر مع بعض الامتحان بكره؟ ماشي قشطه، هستناكي بالليل. خلاص تمام. انا حاسه ان انا فصلت من المذاكره قوي، بقولك انا محتاجه اغسل وشي. اكيد هتلاقي الحمام في اخر الطرق. طيب تمام. اكيد هلاقي العقد هنا في اوضه مامتها. اسراء انتي بتعملي ايه في اوضه ماما؟ انا كنت بدور على الفوطه، ما كانش في فوطه في الحمام. طب يلا عشان ورانا مذاكره كتير. بقولك انا ماما اتصلت بيا وهزقتني، لازم امشي حالا. باي. اخيرا هعرف الحقيقه. اسم جنى، انا كنت متاكده في سر وصل العقد ده لمامة روان وانا لازم اعرفه. عمر انت بتحب روان صح؟ ايوه قوي. طب عايزه اقول لك ان هي كمان قالت لي ان هي معجبه بيك. بجد؟ اه والله. ايه رايك بقى اكلمها النهارده بالليل الساعه 7 وتعترف لها؟ اسراء انت متاكده؟ ايوه يا ابني عيب عليك، بس ما تنساش الساعه 7. ماشي قشطه. ماشي. الساعه 7 ومامتك لسه ما جاتش، هي تتاخر؟ ماما ملهاش مواعيد ثابته. اسراء الحقي عمر بيتصل. ردي عليه بسرعه. الو. أنا لازم ادور على اي دليل. هي ايه الاوضه المقفوله دي؟ جنى انت هنا؟ طلعتي غبيه زي اختك بالظبط. انا كنت متاكده ان انت اللي خطفتي جنى، انا لازم اكلم ماما بسرعه. كلميها وبالمره اساليها عن البنت اللي خبطتها بالعربيه من 12 سنه. بنت مين؟ انا كنت متاكده انها ما حكتلكيش. انا بس حرمت مامتك من بنتها زي ما هي حرمتني من بنتي اخت روان. انت عملتي ايه في جنى؟ انا اسفه، بس انت كده عرفتي كل حاجه وبقيتي خطر عليا انا وروان. انا دلوقتي مضطره احرم مامتك من بنتها التانيه. نور سرق البتاع ده مني وحرفيا سرقه، وكمان طالب مني ان انا اجربه معاه. أيوة. يعني عمركم شفتوا حرامي كده بيسرق الحاجه وعايز صاحبها يجربها عشان يقول رايه؟ حاجه لا هنقول مريبة. راينا انا وانت. شكرا. أنا- شكرا انك أنا سمحت برضه. لي. ينفع اقول رايي؟ لا قول. شكرا. ده مشروب هو بطعم ايه ده؟ مش عارفه، مش انت اللي سارقه؟ ما تقول لهم ايه ده. ده قول مشروب لهم. كوري ملوش طعم اصلا، يعني انا مش عارف طعمه ايه بصراحه. على فكره هو مش كوري، هو غالبا تايوان، تايوان بلد اسيويه. مكتوب عليه هو بايه اصلا؟ مكتوب فين؟ طب احنا مش عايزين نشوف، احنا ندوق. هو انتوا حتى لو شفتوا مش هتستفيدوا. اسرائيلي في عيني. هو جه في شعري حضرتك، ريحه مش حلوه خالص. ايه ده ايه الريحه دي؟ ريحه ميك اب صح؟ لا ده وشي. ده نشوف لونه، حاسه ان هو برتقاني. انا اقول واو. بتقول ايه؟ انا مش واو؟ هقول، انا ما اقولش خالص. انت كنت هتقول ايه؟ ابيض. غسول وش. انت بتدوق الغسول ازاي؟ هقول لك. مرهم. لا، عارفين المضمضه شبه المضمضه اللي هو الاسترين، طعمه شبه الاسترين. عارفين لو كده؟ ده بقى بدل ما المفروض تتفوه، ده بقى ما بتتفوهوش، بتبلعوا حاجه يعني استغفر الله العظيم. ما في تايوان بيشربوا الحاجات دي. اسكت. ماشي. اللي تستفيدوا من التجربه دي انه المال حرام عمره ما بيدوم، ونور لما سرق هذا المشروب مني طلع طعم وحش. لكن لو انت كنت كسبته بعرق جبينك وانت اللي شريك وانت ما سرقتوش، تنزليني؟ لا انا بديك درس، خلاص ماشي. كان طلع حلو صدقني. وعقابا ليك هتشرب الكوبايه الازازه العلبه. مجنون انت حرامي ومجنون، حرامي ومجنون. خليك بقى عايش مع نفسك بقى. مستر الحمد لله انا لحقتك قبل ما تمشي، ما شفت الشهد، ما روحتش من امبارح. اسراء انا محتاج منك تردي لي خدمه من اللي عليكي.
اخيرا بقى عندي 18 سنه. عدد الخدمات يعني ايه؟ انا محدش له عليا جمال. منى اختي حبيبتي اللي هتسلفني البلوزه اللي هي لسه مشترياها. انت بتهزري يا اسراء؟ عشان خاطري. ماشي طيب، بس ليه عندك 3 خدمات؟ هو ده معنى الكلمه اللي فوق دماغي؟ ما انت تميتي 18 سنه، اي حاجه هتطلبيها من حد هتردها له خدمات. مش مشكله، انت اختي مش حد غريب. هاتي البلوزه بقى. خدي. شكرا. جاهزين يا ولاد عشان امتحان النهارده؟ يا لهوي انا نسيته خالص. مستر انا كنت عيانه امبارح فما لحقتش اذاكر. ينفع امتحن مع مجموعه الاسبوع الجاي؟ ماشي يا اسراء هعديها لك، بس ليه عندك خدمتين؟ ماشي يا مستر. يا ربي نسيت تاني المحفظه في البيت وانا جعانه جدا دلوقتي. انت بتهزري يا اسراء؟ خدي ال 200 جنيه دول وبيرجعهم لي بكره. شكرا قوي يا شهد بجد. يا جماعه ما شفتوش شهد، لازم ارجع لها حاجه مهمه. ايه ده انت معرفتيش شهد ما روحتش البيت من امبارح؟ ايه؟ انا لازم اسال المستر. هي كانت بتاخد معاه درس امبارح. مستر الحمد لله انا لحقتك قبل ما تمشي. ما شفتش شهد، ما روحتش من امبارح. اسراء انا محتاج منك تردي لي خدمه من اللي عليكي. شهد انت عملت فيها ايه؟ هي ميته؟ ايوه ميته، ولو ما وطيتيش صوتك هتبقي زيها بالظبط. انت عايز مني ايه؟ قابليني في جنينه المدرسه الساعه 9 بالليل وهتفهمي كل حاجه. منى هو لو حد كان ليه خدمه عندي وطلبها وانا ما نفذتهاش هيحصل ايه؟ ولا حاجه، هتتشلوحي. هتشلوح ازاي يعني؟ هو السيستم كده بياخد من الشخص اللي مش بينفذ الخدمه اللي عليه بالظبط اغلى حاجه عنده. تصدقي هتشلوح فعلا؟ منى قولي لماما ان انا نزلت اجيب حاجه. يا دي النيله السوداء، ما انا كنت اتنيلت امتحنت وسقطت. قال يعني لما اذاكر هتفرق قوي. اتاخرتي ليه؟ انا اسفه. ينفع امشي؟ وصدقني مش هقول حاجه لاي حد. بلاش رغي، امسكي الجاروف واحفري معايا عشان ندفنها والا. حاضر حاضر، ادينا دفناها. انا همشي بقى، مش هقدر اساعدك اكتر من كده. استني، لسه فاضل خدمه تانية. عارفه مش هقول لحد. لا، انزلي الحفره ونامي جنبها. ايه؟ انا عارف ان انت اول ما تمشي من هنا هتبلغي عني. شهد حكيت لي قد ايه انتوا كنتوا صحاب. انت ليك عندي خدمه مستحيل اقول لحد. ايه ده، ميته بتتكلم؟ انا اول مره اسمع ميته بتتكلم. ومش هتبقى اخر مره. منى انت ازاي عرفتي ان انا هنا؟ لما سالتيني اللي ما بينفذش الخدمات بيحصل له ايه، عرفت انه في حد بيبتزك، بس ما توقعتش انه يبقى شريف. انت تعرفيه؟ منى ارجوكي فهميني، انا اسف. هو ايه اللي بيحصل؟ انا قلت لك تخلص من شهد عشان ترد خدماتي عليك، مش تموت اختي. انت اللي موتي شهد؟ ما كنتش اعرف انها اختك، هي عرفت اللي حصل فكان لازم اخلص منها. لا انت كنت عارف كويس قوي انها اختي وكنت بتحاول تنتقم مني. انا مش فاهمه حاجه. اسراء، ب3 خدمات اللي ليا عليكي اخلصي من الراجل ده حالا. هو انت اختي اللي انا عشت معاها 18 سنه ولا انت مجرمه ولا ايه بالظبط؟ انا ما بقتش عارفاكي يا منى. اعملي اللي بقولك عليه دلوقتي حالا. وانا مش هعمل حاجه. ازاي يعني؟ مستعده تخسري اغلى حاجه عندك؟ مستعده، لان انت كنتي اغلى حاجه عندي. لازم افهم فيه ايه. ايه ده؟ اسراء انت بتعملي ايه هنا؟ اللعبة بتاعتي. يلا يا ولاد، كل واحد فيكم هيكتب رساله لنفسه وهنديها له لما يتم 18 سنه. اكتب ايه؟ اكتب ايه؟ عرفت. ميس انا خلصت. شاطره يا صرصوره، يلا بقى عشان ماما جت. هي هروح بدري. هي ما تنسوش تمضوا الاستمارات من باباكم وتجيبوها بكره. ميس بس انا بابايا متوفي من وانا صغيره. عادي يا حبيبتي، خلي ماما تمضيها. اسراء شفتي هيبعتوا لنا الرسائل اللي احنا كنا كاتبينها. رسايل ايه؟ يا بنتي اللي احنا كتبناها من 10 سنين. ياه ده انا مش فاكره انا كتبت ايه اصلا. ماما انا رجعت. انا وعم طارق خارجين النهارده، ابقي اطلبي لك حاجه تاكليها. طب هو المدرسه ما بعتتش حاجه؟ مش عارفه، بيسالي البواب. ماشي. يا ريتها ما اتجوزت بعد بابا. ما هي رسايل جت اهي، بس ليه الرساله دي مفتوحه؟ دي رساله المدرسه. ماما دفنت كل حاجه في الجنينه. هو ايه ده؟ انا لازم افهم فيه ايه. ايه ده؟ اسراء انت بتعملي ايه هنا؟ عمو طارق، هي ماما فين؟ بتركن وجايه. عمو انا متهيالي كده ماما موتت بابا. ايه؟ انا لقيت قميص بابا مدفون هنا وكمان لقيت معاه ازازه غريبه، بيتهيالي ده سم. طب يلا نهرب بسرعه. اسراء، طارق، كلتي ولا اعمل لك حاجه؟ لا انا كلت. انا حاسس ان اعصابك تعبانه شويه فعملت لك كوبايه ينسون. طب هي فيها سكر؟ معلقه. انا بحبها 3 معالق، هروح احط. اسراء ايه ده؟ دي نفس الازازه اللي كانت مدفونه في الجنينه. ده كده عم طارق اللي موت بابا بقى مش ماما. انا لازم اكلم البوليس حالا. الو، هم اتاخروا كده ليه؟ الو، ما حضرتك الضابط اشرف ومستنيكي قصاد البيت عشان نروح القسم. انا خارجه حالا. شكرا جدا، انا كنت مرعوبه. الو، احنا جينا لك على العنوان اللي فيه البلاغه وما لقيناش حضرتك. ايه؟ امال انا راكبه مع مين؟
انت مين وعايز مني ايه؟ انا باباكي. بابا ازاي يعني؟ انا صحيح كنت صغيره لما بابا مات، بس انت مش شبهه. الزعل والزمن غيروا ملامحي يا اسراء. يعني انت ما متش؟ لا انا هربت لما عرفت ان مامتك مصممه تموتني. مش ماما، ده طارق. لا مامتك، وانتي كتبتي لنفسك ده في الرساله كمان. رساله؟ انا افتكرت انا كتبت ايه. بابا انا حاسه ان انا هيغمى عليا من كتر التعب، ينفع تجيب لي حاجه اشربها؟ حاضر يا حبيبتي. هو ازاي عرف عن الرساله؟ ده اكيد مش بابا ولا حاجه، ده واحد تبع طارق. معنى كده ان ماما في خطر، انا لازم الحقها. ابعدي عن الراجل ده بسرعه. الكلام ده يا اسراء؟ الراجل ده كذاب، هو اللي موت بابا. ولما جت رساله المدرسه اللي كان مكتوب فيها عمو طارق هو اللي دفن كل حاجه في الجنينه، بدلها وخلاها ماما دفنت كل حاجه في الجنينه عشان اشك فيك. انت اتجننتي ولا ايه؟ لا انا ما اتجننتش، ولما كشفتك بعتلي واحد عشان يخطفني. صدقيني يا ماما، ده ممكن يعمل اي حاجه عشان ما نكشفوش حتى لو قتلنا. عندك حق، هو ده اللي هيحصل. انا نفسي في الايفون الجديد. وانا عايزه ويجز يخطبني. انا زهقت من الامنيه اللي مبوظالي حياتي دي. اقول لكم على حاجه، انا مش عايزاها. بابا نور اخد اللعبة بتاعتي. اسراء حبيبتي، انت بقى عندك 7 سنين وبقى عندك 10 امنيات. بجد اتمنى ان نور يديني اللعبة بتاعتي. خدي. لا يا اسراء، انا عايزك تحوشيهم لحد ما تكبري عشان هتحتاجيهم. يوه. هي. اسراء انت ازاي فاضلك امنيه واحده؟ وايه اللعب دي كلها؟ انا اسفة يا بابا. اسراء وعديني ما تستخدميش الامنيه دي غير لما تكبري. موعدك. الحقوا البنت اللي لسه محافظه على امنيتها اهي. يوه اسراء ينفع تخلي عمر يحبني؟ يا بنتي، حتى لو حبك هيفضل توكسيك. وبعدين انا عمري ما هضيع امنيتي على حاجه تافهه زي دي. اسراء انا كنت عايز اعترف لك اني بحبك قوي. بجد يا يحيى؟ ايوه والله، ونفسي اخرج معاكي جدا، بس المشكله ان عربيتي بايظه يا وانا زباله، انت كمان بتستغلني عشان اجيب لك عربيه بالامنيه بتاعتي؟ لا والله. امشي من هنا. اسراء انا نفسي في الايفون الجديد. وانا عايزه ويجز يخطبني. انا زهقت من الامنيه اللي مبوظالي حياتي دي. اقول لكم على حاجه، انا مش عايزاها. اتمنى ان كل الناس يجي لها 3 امنيات. انا ما جاليش حاجه، انت هتنصبي علينا ولا ايه؟ ازاي يعني؟ انا بقى عندي عدد لا نهائي من الامنيات. الحق يالا، دي بقى عندها امنيات ما بتخلصش، امسكوها بسرعه. اتمنى ان اروح البيت حالا. الحمد لله. بابا انا اسفه، انا ضيعت الامنيه اللي انت قلت لي احافظ عليها. يا بنت بس بقى عندي عدد لا نهائي من الامنيات. يا بنت قلبي، طب حس كده بقى، انا نفسي في ايدي الارانب تطير. بس كده عينيا. ايه الفلوس دي كلها؟ انا كده ناقصني بس اشوف صلاح. ويجز مش لاقي عليك على فكره. ليه؟ انا اروح المدرسه ارحم. استني، بصوا يا جدعان، بنت الجنيه جت اهي. لا يالا، ده دي الجنيه نفسها. دمك خفيف قوي يا مصطفى. هو انا مش هخلص؟ اتمنى انه كل الناس في المدرسه تنسى ان انا عندي امنيات. ولا واحنا كنا بنتكلم في ايه؟ بس كده، اخيرا خلصت من الموضوع ده. اثبتي مكانك يا بتاعت الامنيات. انت مين؟ وازاي لسه فاكر ان انا عندي امنيات؟ مش شغلك، اتمني اللي مكتوب في الورقه دي حالا، والا وشك الجميل ده هيوحشك. اتمنى ان ابقى الجنيه بتحقق الامنيات. حلو قوي، اتمنى ان احنا نروح البيت عندي. حلو. بقول لك ايه، تعرفي تصلحي لي التوك توك بتاعي؟ تعبيط يالا، يعني انت مخليني جنيه عشان اصلح لك توك توك؟ طب ما تطلب فيراري ولا لا مش هتضحكي عليا بالفراري دي، صلحي لي التوك توك حالا. غبي. عايز عده تفاحه وتكييف في التوك توك، ولا مؤاخذه كده صاحب هدى المفتي. وانا مش عايزه ويجز يزعل. ايه؟ ممكن ارتاح بقى؟ ماشي، اتمنى ان انا اشرب سجاره بره. اسراء، يحيى انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ ما انا قلت لك ان انا بحبك وانت ما صدقتنيش. ممكن تساعدني ان انا اخرج من هنا ارجوك؟ طب قولي لي اعمل ايه بسرعه. اتمنى انه اسراء تبقى حره. اتمنى ان اسراء تبقى حره. ايه ده؟ مين العيل التوتو ده؟ اتمنى ان الواد التوتو ده يختفي من هنا. ما عادش ينفع تتمنى حاجه. ايه؟ اتمنى ان احنا اللي نمشي من هنا. شكل امنياتي خلصت. اتصرف يا يحيى. بقول لك ايه، التوك توك بتاعك اتسرق. يا لهوي، شاع عمري. احمد استنى، انت فاهم غلط. احمد. هاجر انت دمرتي حياتي، انت بجد واحده مجرمه. مستحيل حد هيبقى عنده الصفات دي كلها غير اسراء انت جميله قوي بجد. ما انا عارف. هاجر بصي البنت اللي هناك دي لابسه ايه، مخلي شكلها وحش قوي. اسراء ما ينفعش تقولي كده. ليه يعني؟ عشان كده هي هتفضل عايشه والكلمه دي ظاهره للناس كلها لاخر يوم في حياتها. ما تخافيش عليها قوي كده. ثانيه واحده، الكلمه دي ما كانتش موجوده هنا قبل كده. يا ترى مين قال كده عليا؟ هاجر الحقي، في حد قال عليا متنمره. تفتكري مين؟ انا. ليه عملتي كده؟ الناس هتفكرني متنمره. عشان انتي فعلا متنمره. شيليها يا هاجر لو سمحتي. اسفه ما اقدرش، انتي عارفه السيستم.
لو سمحت حضرتك كنت طالب حد يشتغل هنا، الوظيفه لسه موجوده؟ موجودة. طب كويس. بس مش لواحدة متنمرة، امشي بلا هم. احمد ايه رايك نخرج النهارده مع بعض؟ اسراء انا مش عايز اكمل معاكي، مستحيل افضل خاطب واحدة متنمرة. احمد استنى، انت فاهم غلط. احمد هاجر انت دمرتي حياتي، انت بجد واحده مجرمه. ليه قلتي كده؟ انت كده دمرتيني، محدش هيرضى يكلمني. احسن كان لازم تفكري في كده قبل ما تقولي عليا متنمره. اذا كان كده بقى فانت خبيثه ومغروره. طب وانت كمان بقى سمعتوا القرار الجديد؟ قرار ايه؟ من بكرة الصفات الحقيقية بس هي اللي هتظهر فوق دماغنا والباقي هيتمسح. بجد؟ يعني انا كده كلمه متنمره هتتمسح؟ والله ما اظنش. الحق يا يحيى، الكلمات دي كلها فضلت. تستاهلي، انا طول عمري بقول عليكي دمك تقيل ومصطنعه. بس انا والله مش كده. ميرنا انت شكلك حلو قوي النهارده. ايه بقى، ما انا قلت كلمه كويسه اهو، الكلمات مش بتروح ليه؟ مش كفاية يا اسراء كلمة، لازم تعملي اكتر. اوه انا طول اليوم عماله اقول للناس كلام كويس ومفيش ولا كلمه بتتغير. لانك بتعملي كده عشان نفسك. اسراء اعترفي، انت انانية. صدقني هتغير. هو انا ليه محدش بيرضى يخليني اساعده؟ لو سمحتي ممكن تسمحي لي اشيل عنك الحاجات التقيله دي؟ يا ريت يا حبيبتي. ايه ده، انت ازاي خليتيني اساعدك؟ انا كل الناس بترفض ان اساعدها بسبب كلماتي. انا كمان كنت كده. بجد؟ بس انت كل كلماتك حلوه. عشان قررت اتغير. ما تخليش الكلمات تحدد الشخص اللي انت عايزه تبقيه، كلنا ممكن نبقى احسن. طب يلا بينا. ايه يا بنتي القمر ده، شكلك حلوه قوي النهارده. ايه ده بجد؟ شكرا قوي يا اسراء، على فكره انت بقيتي الطف كتير عن زمان. شكله الموضوع بينجح. اسراء احمد انت ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت عايز اقولك اني غلطت لما سبتك، ممكن نرجع تاني؟ احمد انت شخص كويس، بس انا اكتشفت ان انت ما كنتش بتحبني، انت كنت معايا بس عشان كلماتي. انا اسفه مش هينفع نرجع. انت ازاي كل كلماتك اتغيرت كده؟ يمكن عشان اتغيرت مثلا يا هاجر. حتى لو كل صفاتك اتغيرت شكلك برضو وحش. هاجر انت مش ملاحظه ان انت اللي بقيتي متنمره؟ ايه ده؟ ليه الكلمه دي ظهرت؟ انا طيبه، اسراء اللي كدابه. هاجر ما تقلقيش، كلنا نقدر نغير صفاتنا الوحشه لو حاولنا فعلا نتغير من جوانا. ماما انا جيت. ايه ده، هو البوليس بيعمل ايه هنا؟ يوسف اخوك اتخطف يا اسراء. ايه يا ترى اختيار النهارده هيبقى ايه؟ انا عارفه نفسي اخري هبقى محوشه 200 جنيه، اختار التحذيرات احسن. يوسف اخويا حبيبي اللي هيديني فلوس عشان اجيب هديه وانا رايحه عيد ميلاد صاحبتي بالليل، ده لو مش متقله عليك طبعا. ولو متقلة يا ستي، هو انا ليا غيرك يا اسراء؟ انت وماما بعد ما بابا مات الله يرحمه. امسكي. ربنا يخليك لينا يا يوسف. انا نازله، سلام. ليه يعني؟ ده اسرع حاجه. طيب امري لله. ايه يا بنتي انتي اتاخرتي ليه؟ انت اللي جيتي في ميعادك ازاي؟ ده المترو عطل ساعه ونص. بجد؟ ده الموضوع طلع حقيقي بقى. طب يلا عشان نرقص مع سلمى. المهم يا بنتي اللي حصل، يوسف مش هرد. في ايه مش هرد؟ من حق اتبسط شويه من غير ذنب. ماما انا جيت. ايه ده، هو البوليس بيعمل ايه هنا؟ يوسف اخوك اتخطف يا اسراء. ايه؟ يبقى عشان كده كان بيتصل عليا. انا مش هعرف اسامح نفسي خالص. يوسف يا ماما. ابني مين اللي عمل في وشك كده؟ ده مفيش في حته سليمه. انا مش فاكر اي حاجة من اللي حصلت، فجأة لقيتني بترمي من العربية قصاد البيت هنا. ما اكيد هاخد بالي منه، يعني ده اخويا. اهم حاجه ان انت رجعت لنا بالسلامه، اطلع اوضتك ارتاح. عامل ايه النهارده؟ تحب اغير لك على الجرح اللي في وشك؟ لا انا لسه مغير عليه. طيب على راحتك، بس الحمد لله انه رجع بالسلامه. ده اكيد عايز حاجه. طب سلام يا سلمى دلوقتي. يوسف ايه ده، انت خبيت الموبايل ليه؟ انت بتكلم حد ولا ايه؟ لا خالص. بقولك ايه يا اسراء، انا جعان، ما تعملي الغدا. عينيا ليك. تحب تاكل ايه؟ جمبري. جمبري؟ ازاي يعني؟ انت ما بتطيقش ريحته؟ إيه؟ لا ما انا قلت اديله فرصه يعني اجربه. ماشي، الاكل تحفه بجد، تسلم ايديا. ايه ده يا يوسف، انت بتاكل بايدك الشمال ليه؟ انت بقيت اشول؟ لا ده من كتر حلاوه الاكل، بس انا مش مركز. مش هتعملوا لنا الشاي بقى ولا ايه؟ انت ما بتحبش الشاي. خلاص يا ماما، ايوه هنعمل لك الشاي حالا. ماما اللي بره ده مش يوسف. يوسف انا خلصت الشاي وجايه اهو. بلاش استعباط، انا سمعتكم وعارف ان انتوا كشفتوني. انت مين؟ واخويا يوسف فين؟ مش هتشوفي يوسف تاني غير لما ترجعي لنا الامانه اللي هو خدها مننا. انا قلبت اوضته عليها وما لقيتهاش، اما تلاقيها بتتصلي على الرقم ده لو عايزه تشوفي اخوكي تاني. اذا كان هو ما لقاش الامانه انا هلاقيها. درج الاكسسوارات، الخاتم اللي هو اداهولي في عيد ميلادي لما قال لي الخاتم ده سحري، لو وقعتي في مشكلة هيحلها لك. لازم اتصل بيهم بسرعه. لا بقى، ما انا مش هسيب اخويا.
الو، الخاتم بتاعكم معايا بس مش هتاخدوه لما يوسف يرجع. يوسف، الخاتم بتاعك اهو، ابعدوا عننا بقى. ليه يا اسراء عملتي كده؟ الخاتم ده بتاع بابا وهو مات في سبيل انه ما يوصلهمش. طب هم هيعملوا ايه بالمزيف طالما الحقيقي معانا؟ ايه؟ انا رحت امبارح وعملت واحد زيه بالظبط، قدامك اقل من ساعه ولا ما يكتشفوا. شكرا بجد، الخاتم ده لازم يروح البوليس حالا. ما تشكرنيش انا، اشكر